Because I got requests from Gaza before the war for people who wanted to leave, but they were locked because their neighbor, Egypt, wouldn't open the door. That's the truth. And you know something? Some of them would bribe the gatekeepers, not ours, but the gatekeepers in Egypt, they would bribe them. So the very rich got out. But those who wanted to leave couldn't leave. Give them an option. صاحبنا قال الكلام ده من هنا، وكل الصفحات اللي واخده توجيهات انها تتكلم اتقلبت. كله قال لك اهو الشيخ ابراهيم العرجاني هو المسؤول عن سيناء، يبقى هو بقى اللي بياخد الرشاوي وبيعدي الغزاويين. وقتها مصر طلعت ورفضت الكلام ده، وزاره الخارجيه نزلت بيان بتدين فيه تصريحات نتنياهو، هعرضها لكم برضه على الشاشه. مش بس اليهود هم اللي بيهاجموا الشيخ ابراهيم العرجاني، الامريكان كمان. صحيفه ذا واشنطن بوست منزله بيان طويل وعريض بتشكك في حجم الثروات والاعمال اللي بيستحوذ عليه الشيخ ابراهيم العرجاني، واللي وصلت ل 2 مليار دولار. وحاليا هو مكلف الكابتن عصام ابنه بكل امورها، وبيهيئه انه يمسك مجموعه الشركات كلها. طيب نيجي للسؤال بتاعنا، ايه اللي بيخلي اليهود والامريكان والبريطانيين بيهاجموا بالتحديد الشيخ ابراهيم، مع ان في رجال اعمال تانية يقدروا يتكلموا عنها زي عائله ساويرس او هشام طلعت مصطفى او حتى ابو هشيم؟ بص يا سيدي، خلينا ارد عليك بقصه. سنه 2014 سيناء كانت متبهدله بالارهاب، والجيش ما كانش عارف يدخل بكامل تسليحه عشان يقضي عليهم. طيب ليه؟ في اتفاقيه كامب ديفيد اللي وقعناها مع اليهود سنه 1979 سيناء اتقسمت ل4 مناطق، المنطقه أ والمنطقه ب والمنطقه ج والمنطقه د. التقسيم ده